قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. بيبدا المسلسل بمشهد لواحده ست اسمها جيسي شغاله على مشروع لمنظمه سريه، والمشروع ده اسمه هارتسون، وانا اضطريت اقول لك المعلومه دي في الاول عشان هنحتاج المشهد ده قدام ضروري جدا. بنشوف بعد كده ابطال المسلسل وهم تشارلي وإلينا، ودول محققين في الشرطه. تشارلي متجوز وعنده بنت ومراته حامل، وإلينا عندها ابن اسمه دانيال ولكنه مريض نفسي لأن أمه حملت فيه وهو صغير نتيجة لاغتصاب حصل لها، وبالتالي ابنها بقى مريض نفسي، ونتيجة لأن ابنها بقى مريض نفسي فكان لازم يدخل السجن على جرائم كتير عملها، ولكن لأنه قدام القانون غير عاقل فحطوه في مصحة نفسية لغاية ما يخف. وإلينا بتزوره كل فترة والتانية. وفي يوم راحوا تشارلي وإلينا يحققوا في قضية قتل لواحد اترمى من الدور العاشر، وفي مسرح الجريمه في الشارع بنلاقي جيسي اللي قلت لك عليها في الاول واقفه من بعيد بتراقب الموقف. يا ترى ليه؟ هقول لك انا. الشخص اللي اتقتل ده واللي يخلينا نسميه اكس سرق فلاشه عليها مشروع هارتسون كله من مكتب جيسي، ولكن ما كانش يعرف اللي عليها اصلا، يعني كان مجرد حرامي دخل يسرق البيت وبالصدفه سرق الفلاشه مع الحاجات اللي سرقها. المهم لما رجع اكس بيته وفتح الفلاشه وشاف اللي فيها اتصل بصاحبه واللي خلينا نسميه واي وحكى له على كل اللي شافه في الفلاشه. فجه واي عنده وعرف ان الفلاشه دي مهمه جدا لرجال الاعمال والسياسيين، فرمى اكس من شباك الشقه اللي في الدور العاشر، فنزل اكس على شجره وهو ميت. وجه واي بعد كده وسرق الفلاشه لانها كانت موجوده في ايده، وبعدها طلع جري. ولكن كل ده الشرطه ما تعرفش حاجه عنه، هما بس شافوا واي في الكاميرات وهو بياخد الفلاشه من جثه اكس بعد ما وعد، وعلى طول تتبعوا الكاميرات دي فعرفوا المكان اللي واي موجود فيه حاليا وراحوا له. وبالليل لقيوه راح يقابل راجل تقيل في الدولة عشان يعرض عليه الفلاشة بفلوس كتيرة، وهم برضه مش عارفين ايه السبب بالظبط. ولكن راجل بمجرد ما شاف اللي في الفلاشة ضرب الحرامي وقال له انت بتوريني ده ليه؟ انا عندي عيال عاوز اربيها. فهنا اتدخلوا تشارلي وإلينا وقبضوا عليهم، واكيد إلينا خدت منهم كل حاجة معاهم بما فيها الفلاشة والتليفونات. وهم في الطريق للقسم لقوا الإشارة واقفة على الأحمر ومش هتتحرك خالص، وفجأة طلعت قدامهم عربية وضربت رصاصتين وقتلت راجل الأعمال والحرامي. فضلت إلينا وتشارلي يجروا بالعربية لغاية ما عربيتهم عطلت، فنزلوا برضو منها وفضلوا يجروا لغاية ما قدروا يهربوا خالص. وسألوا نفسهم ايه الشيء المهم اللي موجود في الفلاشة ده واللي مخلي الناس كلها تعمل في بعضها كده. فلما فتحوا الفلاشة لقوا ملف اسمه هارتسون، وده مشروع هدفه تدمير البشرية خلال 5 سنين عن طريق جهاز فضائي بيعلي طاقة الشمس ويخليها تحرق العالم كله. طبعا تشارلي وإلينا اتصدموا، بس على طول وبدون مقدمة قرروا ان هم يلحقوا الموقف بانهم ينشروا الكلام ده كله في الصحافة. ولكن قبل ما يعملوا كده راح تشارلي يتصل بمراته وبنته عشان يطمن عليهم، بس اللي ردت عليه كانت جيسي وقالت له لو عاوز اهل بيتك يفضلوا سالمين هات الفلاشة بهدوء ومش هنعمل لك او نعمل لهم اي حاجة. فرجع تشارلي لإلينا عشان ياخد الفلاشة ويرجعها للمنظمة، ولكن إلينا رفضت وقالت له انت ظابط، ازاي حركة هبلة زي دي تصدقها؟ اكيد بمجرد ما تديهم الفلاشة هيقتلونا احنا وكل حبايبنا. ولكن تشارلي كان زي المغيب بسبب خوفه على مراته وبنته، ففضل يضرب فيها زي المجنون عشان ياخد الفلاشة، فضربته هي كمان لغاية ما اغمى عليه، وراحت واخدة تاكسي وطلعت بيها على صحفي صاحبها عشان ينشر لها الموضوع. وقتها هجوم شوية بلطجية كانت بعتهم جيسي وخطفوا تشارلي عشان يقدروا يوصلوا لمكان الفلاشة. في اللحظة دي جيسي حطت تشارلي قدامها وفي نفس الوقت ماسكة التليفون وبتكلم رجالتها عشان يقتلوا مراته وبنت تشارلي لو ما قالهمش على مكان الفلاشة، ولانه فعلا ما كانش يعرف مكان الفلاشة فكانت خلاص هتدي رجالتها امر انهم يقتلوا مراته وابنه. ولكن مرة واحدة رجعت في كلامها بمجرد ما نزل الفيديو بتاع إلينا واللي كانت بتقول فيه إلينا انا المحققة إلينا رينكو ومعايا زميلي شارلي هيلز. لقينا ملف لمنظمة شغالة على عملية تدمير الأرض كاملة بعد 5 سنين من دلوقتي، والمنظمة دي كانت بتطاردنا من امبارح، وبالتالي لو حصل ليا أنا أو زميلي أو أي حد من عيلتنا احنا الاتنين اعرفوا على طول إن المنظمة دي هي السبب. بعد شوية خلصت إلينا كلام، ولكن الحكومة والناس شافت إن ده مجرد شو إعلامي ملوش أي أساس من الصحة. بس المهم دلوقتي ان بسبب الفيديو ده شارلي وإلينا رجعوا لبيوتهم وشغلهم وكل حاجة تمام، ولكن جيسي لسه برضو وراهم عشان تحاول تاخد الفلاشة. بس بسبب الفيديو اللي نشرته إلينا في مجموعة من الناس بقى صدقوا ان العالم فعلا هينتهي بعد 5 سنين، وبدأت تظهر ناس مجنونة عاوزة تقتل كل اللي حواليها، زي مثلا واحد مخبول اسمه توماس قرر ان هو يقتل اي حد بيشوفه بيعمل خير، لانه شايف ان الناس دي بتعمل الخير عشان تنجو من الهارتسون ولكنهم مش خايفين من ربنا اصلا. بعد ما قتل اول واحده راح واعترف لكاهن الكنيسه واللي اسمه دينيس، وتاني يوم جت الشرطه لموقع الجريمه عشان تحقق، وكان من ضمنهم تشارلي.
فشاف تشارلي الكاهن دينيس وهو في موقع الجريمة وشكله كان متوتر جدا، فشك فيه ومشى وراه ودخل ورا الكنيسة، وهناك سأله تشارلي عن القاتل ولكنه مرضيش يرد. فوقتها عرف تشارلي ان القاتل دخل غرفة الاعتراف عند الكاهن دينيس وقال له على كل اللي عمله وعلى كل افكاره كمان، ولكن الكاهن بيكون قاطع دايما عهد على نفسه انه ما يقولش اسرار الناس في جلسة الاعتراف دي، وبالتالي ما يقدرش يقول لتشارلي على اي حاجة. فأمر تشارلي بمراقبة الكاهن على طول عشان ممكن المجرم يرجع له تاني. ولكن توماس فضل يقتل كل شوية في الناس واتشهر كمان بانه السفاح المجنون في لندن كلها، وخصوصا بعد ما قتل مراسل صحفي في بث مباشر. حاول كذا مرة انه يقتل على فكرة دينيس عشان محدش يوصل له ابدا، بس ما عرفش. وفي يوم طلب دينيس من تشارلي يسيبه في الكنيسة لوحده وينشر مكانه على النت، وقتها القاتل هيجي بنفسه للمكان وبالتالي دينيس ما يكونش كشف اي اسرار نهائيا. وبالفعل ده اللي حصل، وجه توماس عشان يقتل دينيس، وكان حواليه ناس كتير طيبين في الكنيسة، وبمجرد ما رفع توماس سلاحه الكل هرب، ولكن تشارلي وإلينا برضه في الاخر قدروا يقبضوا عليه. ولكن طلب منهم الاب دينيس حاجة اخيرة، وهو انه يفضل يضرب في توماس براحته بسبب الالم اللي سببه ليه والاهالي الضحايا اللي ماتوا. وبالفعل ده اللي حصل، وبعدها سلموه للشرطة. تاني يوم بقى حصلت حاجة غريبة جدا جدا، وهي ان الضابط رئيس إلينا وتشارلي كان عاوز إلينا تجيب دليل على ان تشارلي هو اللي قتل المحقق باتلر، وده كان زميلهم ومات مقتول قبل الاحداث دي كلها بسنة. وفعلا ان دي قضية موجودة عندهم، فبدأت إلينا تدور على دليل، بس لان تشارلي هو فعلا اللي قتل المحقق زمان، فاتدخلت جيسي وراحت لتشارلي وقالت له ينضم ليهم ويشتغل معاهم، وفي المقابل هتحميه من القضية دي. فلان تشارلي كان خايف فعلا فوافق على عرضها وبدأ يشتغل مع جيسي، ولكن من جواه ما كانش راضي نهائيا عن اللي بيعمله، وعارف ان إلينا عندها الحق انها تشيل الفلاشة معاها وتخبيها منه. عامة بعد ما اشتغل تشارلي مع جيسي، عرفت جيسي ان إلينا هي اللي معاها الفلاشة مش تشارلي، فبدأت تدور عند الناس اللي ممكن إلينا تستأمنهم على الفلاشة لو حصل لها حاجة يمكن تلاقيها معاهم وتسرقها. بس طبعا الوحيد اللي بتتعامل معاه إلينا هو ابنها دانيال، فراحت لجيسي على طول عشان تسأله عن الفلاشة، فبدون مقدمة ضربها بالترابيزة اللي قدامه، فطلعوها الأمن من المصحة خالص. ما قلت لك إن هو مريض نفسيا. بس تاني يوم إلينا راحت تزور ابنها عادي جدا، فقال لها انا سمعت من حد معين انك تعرضت للاغتصاب من ابويا زمان، وهو هنا عرف الكلام ده كله لان جيسي وهي عنده قالت له كل ده. المهم يعني ان إلينا صرحته بالحقيقه وقالت له للاسف كلامك صح. فرد دانيال وقال يبقى عشان كده مش بتحبيني لاني شبهه، وطلع موس وبدا يقطع في شرايينه وعور إلينا كمان في دراعها، فطلبت المساعده بسرعه ونقلوه على المستشفى. وبالليل بنلاقي ان دانيال نايم في المستشفى بعد ما لحقوه وعالجوه خالص، وإلينا كمان بقت كويسه ورجعت الشغل. فاستغلت جيسي ان إلينا مش مع ابنها حاليا وراحت له في المستشفى وسابت له هناك ملف قضيه الاغتصاب اللي حصلت زمان لإلينا واسم الاب كان موجود فيها. وجيسي عملت كده عشان عاوزه دانيال يروح يقتل ابوه، فهي اخلالها الجو هناك وتقدر تبعت الناس بتوعها عشان يجيبوا الفلاشه، لانها كانت شاكه ان ممكن إلينا تكون حطت عنده الفلاشه بما ان دانيال ما يعرفش عنها حاجه، وكمان إلينا ما تعرفش اي حد تاني غير دانيال والراجل اللي اغتصبها زمان واللي كانت بالمناسبه بتحبه جدا زمان. وفعلا صحي دانيال وشاف الورق فهرب من المستشفى وطلع على بيت الراجل ده، وهناك مسكوا وقتلوا فعلا. ولما وصل البلاغ للشرطه اندهشت إلينا جدا من اسم المقتول لانه ابو دانيال، فطلع فريق المحققين على مكان الحادثه ولقوا ان مفيش حاجه اتسرقت خالص غير تليفون الضحيه. فاستنتج تشارلي ان دانيال هو اللي عملها لانه كان عارف من جيسي انها حطت له الملف بتاع قضيه امه عنده في المستشفى، وبالتالي اكيد راح قتل ابوه عشان ينتقم منه. وفجأة وتشارلي لسه في مسرح الجريمة كلمته جيسي وقالت له أنا متأكدة إن الفلاشة هنا في شقة أبو دانيال، أنت بس خلي إلينا تجيبها وبعد كده خدها منها. وفعلا بدأت تدور إلينا في الشقة ولكن ما لقيتش الفلاشة اللي كانت سايباها لأبو دانيال، فبنعرف إن دانيال أخدها معاه وهو ماشي مع إنه ما يعرفش إيه اللي جواها. وفجأة بنلاقي بلاغ من الإدارة بيقول إن تليفون الضحية اتفتح وقدروا يحددوا موقعه، وبالفعل قدروا يراقبوا دانيال من كاميرا المكان. فبعتت إلينا بسرعه رساله لابنها بتقول فيها اقفل التليفون واهرب بسرعه عشان الشرطه حددت مكانك وهيمسكوك. فقفل التليفون وهرب بسرعه واستخبى. وبعد ما اطمنت إلينا ان الشرطه ما وصلتلوش استاذنت من تشارلي عشان تروح في حاجه مهمه، فسمح لها تشارلي وراح وراها لغايه ما وصلت لمكان في الغابه كان دانيال بيروحوا مع صحابه وهو صغير. وفعلا لقيته هناك وفضلوا يتكلموا عن سبب القتل ده. فهما بيتكلموا قال لها دانيال ان هو اول ما قتل ابوه وكان بيطلع في الروح اداني الفلاشه دي وقال لي اديها لك، ولسه بيطلعها راح دخل تشارلي وثبت دانيال على الارض عشان ياخد منه الفلاشه. فسالته إلينا انت بتعمل كده ليه؟ ايه اللي خلاك تنضم ليهم اصلا؟ فقال لها تشارلي لان عندي عيال عاوز اربيهم.
فقامت إلينا ضربته وقالت لدانيال يهرب بسرعة، بس قبل ما يهرب ساب الفلاشة لمامته على جنب من غير ما يشوفها تشارلي عشان لما يقوم ويجري وراه ما يلاقيش حاجة. وبالفعل ده اللي حصل، فضل يجري وراه وساب إلينا. راحت إلينا أخدت الفلاشة وخبتها في عربية تشارلي. أما دانيال فقدر إن هو يهرب وراح عند بيت مشبوه كل اللي فيه مدمنين وكان ليه صاحب فيه. فلما دخل الست صاحبة البيت ادت له مخدرات كتير خلته دايخ خالص وسرقت منه فلوسه وموبايل أبوه اللي كانت معاه. ومجرد ما اتفتح الموبايل تاني اترصد المكان تاني، فراحوا عليه أتباع جيسي المرة دي وسألوا دانيال عن الفلاشة لكنه ما ردش. فادت له الست حقنة مخدر زيادة لغاية ما توصل أمه ويسموها عليها. وفعلا وصلت إلينا ولقيت ابنها بيموت اوفر دوز، والحل الوحيد انها تديهم الفلاش عشان يرضوا يودوا ابنها المستشفى ويتعالج هناك، بس هي برضه ما رضيتش. فاخدوها وطلعوا بره المكان لجيسي وسابوا الولد يموت جوه. ولكن فجأة بيظهر تشارلي ورا جيسي وثبتها بمسدس، فرفعوا أتباعها المسدس على إلينا. فخيرهم تشارلي إما يسيبوهم كلهم يمشوا بهدوء أو يستنوا لغاية ما توصل الشرطة ويشوفوهم برضه وهم رافعين السلاح على شرطية ويقبضوا برضه عليهم. وقتها بس سمعوا كلامه ومشيوا. واخدت إلينا وتشارلي دانيال على المستشفى والحمد لله لحقوه وبقى كويس. فشكرته إلينا على اللي عمله ده وقالت له أكيد أنت عارف إنهم هيرجعوا تاني ولكن بقوة أكبر. فقال لها بس لو معانا الفلاشة هيبقى عندنا حاجة نساوم بيها. فطلعت له إلينا الفلاشة من عربيته، ففضل يضحك على إن الفلاشة كانت معاه طول الوقت وهو مش حاسس. راحت إلينا اعتذرت له على شكها فيه بخصوص قتل بوتلر. فقال لها تشارلي أنا كنت فاكرك عارفة، للأسف أنا فعلا قتلت بوتلر ولكن كان غصب عني، هو كان صاحب عمري من زمان بس لاحظت انه بدأ يستغل سلطته في تجارة مشبوهة، وللأسف الشرطة كانت قربت تكشفه فكان لازم اقتله واتكفل بابنه ومراته عشان يقدروا يكملوا حياتهم مرفوعين الراس مش شايلين ذنب ان ابوهم نصاب وحرامي. هو تبرير غريب بس فعلا ده اللي حصل. المهم بيكمل تشارلي كلام وبيقول بعد ما قتلته خبت السلاح. فوقتها اتفقت إلينا وتشارلي انهم يجيبوا السلاح اللي اتقتل بيه بوتلر زمان ويحطوه في بيت جيسي عشان تلبس هي قضية القتل. وبالفعل ده اللي حصل، وجات الشرطة تاني يوم وقبضوا عليها ولكنها رفضت تخلي جوزها يتصل بأي حد ولا حتى المحامي بتاعهم، وهنعرف ليه قدام. المهم راح جيسي فعلا على اسم الشرطة بس ما رضيش تتكلم خالص. فدخلوا عندها تشارلي وإلينا وعرفوا انها شغالة في وزارة الدفاع البريطانية، وده في نفس الوقت جنب شغلها في المنظمة اللي عاوزة تدمر العالم. ومن هنا استنتجوا انها مجرد جاسوسة للمنظمة دي واللي هي هدفهم تدمير العالم كله. فقالوا لها تخيلي لو رؤسائك في الشغل عرفوا انك جاسوسة، وقتها المنظمة كمان هتعرف مكانك وهيبعتوا حد عشان يقتلك لانك هتكوني كارت محروق. ولكن وهم بيحققوا معاها جالهم بلاغ ان في مجنون تاني ظهر، فراحوا عشان يوقفوه ويتحفظوا عليه ونبهوا على زمايلهم محدش يدخل لها خالص. في الأثناء دي لاحظ رئيس المباحث في الكاميرا ان جيسي بتعمل شفرة بإيدها باستخدام شفرة مورس. فلما فك الشفرة ليه معناها تشارلي هو اللي قتل بوتلر. فدخل عندها وقفل الكاميرات. فراحوا المحققين اتصلوا بتشارلي وقالوا له ان الرئيس دخل عند جيسي وقفل الكاميرات. فاتصلت إينا بمكتب الدفاع وعرفتهم ان جيسي محبوس عندهم. وعند المدير لما سأل جيسي عن اللي بتقوله ده ردت وقالت له انا متأكدة ان تشارلي هو اللي قتل بوتلر، وانا لو فضلت هنا هيجوا ناس ويقتلوني، فلازم تمشيني من هنا فورا او توديني مكان تقدر تحميني فيه. فقرر فعلا انه ياخدها لمكان امن. طبعا المحققين على طول راحوا قالوا برضه لتشارلي. فرجع هو وإلينا بسرعه ولحقوا المدير وحاولوا يوقفوه لغايه ما وصلوا اتباع المنظمه اللي المفروض يقتلوا جيسي ومعاهم ورق من وزاره الدفاع ان جيسي خلاص بقت تحت تصرفهم من دلوقتي والشرطه ملهاش علاقه بيها خالص. فوقتها ما كانش في عند رئيس المباحث حل غير انه فعلا سلمها لهم. وهوب راحت جيسي ضربتهم كلهم واخدت مسدس واحد منهم وقتلت الرئيس وحاولت تقتل كمان إلينا وتشارلي ولكن ما عرفتش. فطلعت جري عشان تهرب من المكان لان الكل حاليا وراها، وفي نفس الوقت وراها برضه تشارلي وإلينا، لغايه ما في الاخر قدروا يمسكوها وسالوها ليه عملت كده. فقالت لهم لان عندي اولاد زيكم وعاوز احميهم. وبمجرد ما كانوا يضربوها بالمسدس طلبت منهم دقيقه اخيره تصلي فيها لربنا يمكن يسامحها على اللي عملته ده. ولسه بتبص للسما عشان تصلي تنحت من الاندهاش وقالت ضحكوا عليا، قالوا لي لسه قدامي وقت كتير على موعد التدمير، المفروض ان التدمير بعد 5 سنين لكن الجهاز خلاص اشتغل. فبصوا تشارلي وإلينا للسما فلقيوا فعلا الجهاز الفضائي اشتغل وبدأ يزود طاقة الشمس بطاقة كبيرة جدا. وهنا بدأوا الكل يشوفوا نهاية الأرض وكل اللي عليها بسبب حرارة الشمس اللي زادت جدا. وبيخلص المسلسل بعد ما الكل مات. وبس كده، سلام.